إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وهذه النعم نراها ونلمسها ونتفيأ بظلالها ونتنعم بها. وسأذكر لكم بعض النعم التي عددها ربنا جل وعلا في سورة النحل، التي كان بعض السلف يسميها بسورة النعم، فهي سورة عددت نعم الله جل وعلا على الخلق والعباد، وذكرت وجوه الانتفاع بها، وبينت كثيرا من هذه النعم التي يعجز الإنسان عن شكرها، يعجز الإنسان عن شكر مسديها ومعطيها والمنعم بها. أول هذه النعم في سورة النحل إنها نعمة الهداية إلى الله والعلم به ومعرفته وحبه. قال تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي الذي به حياة الأرواح وبه حياة القلوب. وكان الأنبياء عليهم السلام هم المبلغون لهذا الوحي للخلق، فبعثوا بتزكية نفوس العباد وتهذيبها وتعليمها. لذلك ربنا جل وعلا بين في أثناء هذه السورة وظيفة الأنبياء، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه وظيفة الأنبياء. وأمر الخلق أن يسألوهم وأن يتعلموا منهم، فقال جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبين تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة
بكتاب هو أعظم الكتب على الإطلاق، إنه القرآن الكريم، فيه بيان كل شيء، إنه كتاب رحمة وهداية للخلائق أجمعين إنهم عملوا به وأخذوا به. فقال سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهو سبب الثبات على هذا الدين. فإذا رمت الثبات فاقرأ القرآن واعمل بالقرآن واهتدي بهدى القرآن الكريم. قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا وصف القرآن الكريم. ثم ذكر ربنا جل وعلا في هذه السورة من أمرنا بالاقتداء به، وهو إبراهيم عليه السلام، لأنه يعتبر رمزا للثبات. فقال جل وعلا في كتابه الكريم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه النعمة الأولى. ومن نعم الله جل وعلا التي عددها علينا في هذه السورة نعمة الخلق والإيجاد. فقال سبحانه: خلق الإنسان من نطفة. ثم ذكر جل وعلا أنه وهبه الآلات التي يتحصل بها على العلم، والتي بها يعرف الإنسان به الهداية إلى الطريق المستقيم. فقال جل وعلا في معرض امتنانه على عباده: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جميع الخلق لا يعلمون شيئا. ثم قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لما؟ لعلكم تشكرون. هذه من نعم الله على خلقه وعلى عباده. ثم ذكر في هذه السورة العظيمة التي تحتاج منا أن نقف عندها وأن نتدبرها دائما إذا قرأناها، ذكر نعمة المطاعم والمآكل والمشارب والمساكن والمراكب. ذكر النعم الظاهرة والنعم الباطنة، ذكر النعم البرية والبحرية، ذكر النعم كلها جل جلاله وتقدست أسماءه. ففي نعمة المطاعم والمشارب يقول سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه آيات، هذه نعم عظيمة تحتاج منا أن نقف عندها وأن نحاسب أنفسنا. إذا لم تتذكر هذه النعم فإنك ستقف في يوم من الأيام بين يدي الله جل وعلا يسألك عنها. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد أكلا أكلة في ليلة من الليالي والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. ويقول سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه نعم. وذكر جل وعلا في هذه السورة
ما يحتاجه الإنسان إن تعرض للبلاء من الأمراض والأوجاع والأسقام. فالإنسان يتمتع ويأكل ويشرب ويشكر، ثم إذا عرض له عارض ذكر جل وعلا له الدواء وذكر له العلاج النافع في هذه السورة العظيمة. فقال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله أكبر، ما أعظمها من نعم وما أكثرها. نحمدك يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا على هذه النعم التي أنعمت بها علينا. وذكر سبحانه وتعالى نعمة المراكب التي تنقلنا في أسفارنا وتنقلنا من بيوتنا من مكان إلى آخر. فقال جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون من الطائرات والسيارات وغيرها من المراكب الفارغات التي نتمتع بها الآن. هذه نعم عظيمة. ذكر جل وعلا نعمة الملابس التي نرتديها في الشتاء وفي الصيف. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم في أثناء الحرب، وجعل لكم ملابس أيضا تلبسونها في شدة الحر وفي أثناء البرد. قال سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. هذه نعم عظيمة عددها علينا ربنا جل وعلا. ذكر نعمة المساكن التي نسكنها والبيوت التي نبنيها، وذكر جل وعلا الألحفة والأغطية والفرش وغير ذلك. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه نعم عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على الخلق والعباد، ثم أمرهم سبحانه وتعالى بشكره فقال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وذكر جل وعلا في هذه السورة العظيمة نعمة الذرية، نعمة الأرزاق التي نتمتع بها. فقال جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. سبحانك ما أكرمك وما أعظمك وما أجلك يا ربنا ويا مولانا. ورزقكم من الطيبات كذلك أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. لك الحمد حمدا كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك وعظيم سلطانك. ذكر الله جل وعلا في هذه السورة بعد أن ذكر كثيرا من النعم قال بعدها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فمهما شكرتم فلن تستطيعوا عدها وحصرها، لكنه مع ذلك يغفر للمؤمنين وإن حصل شيء منهم من التقصير، لأنهم أرادوا أن يشكروه فعجزوا عن شكره. وفي سورة إبراهيم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا في حق من يتمتع بهذه النعم العظيمة ثم لا يشكر نعمة الله جل وعلا عليه. وذكر سبحانه في هذه السورة أن أي نعمة في الكون إنما هي منه جل وعلا، فقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وأمر سبحانه بالشكر فقال في أواخر سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لكن مع ذلك وللأسف الشديد انقسم الناس إلى فريقين، فمنهم الكافر بنعمة الله الذي ما أضاف النعم لغير الله وإنما أضافها لغير الله أو تناسى هذه النعم. فيهم يقول ربنا جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون ينكرونها بلسان الحال أو بلسان المقال. فإن بعضهم قد يشكر الله جل وعلا بلسانه لكنه يكفرها بأفعاله وجوارحه. تجده يعبد غير الله، يستغيث بغير الله، ينذر لغير الله، يترك أوامر الله وما افترض الله عليه، يحارب الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي في الليل والنهار. هذا كفر بنعم الله جل وعلا. هؤلاء مهددون في هذه الدنيا بزوال النعم. قال سبحانه في أثناء سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا عذاب دنيوي. وأما في الآخرة فإن الله تبارك اسمه وجل جلاله يقول عن هؤلاء بعد أن ذكر أنهم عرفوا نعمة الله وجحدوها وأنكروها: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين أضلونا من قبل، رأوا شركاءهم فتبرأوا منهم وقالوا يا رب هؤلاء أضلونا، هؤلاء أبعدونا، هؤلاء ما بينوا لنا، ولكن في حقيقة الأمر هم من كانوا السبب في إضلال أنفسهم. ثم ذكر جل وعلا الفريق الآخر وهو الفريق الشاكر الذي شكر الله جل وعلا، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون في من هذه الأمة وغيرها. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أمرنا بالاقتداء به واتباعه. قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه العالي فوق خلقه المستوي على عرشه
نسأله جل جلاله ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضه أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. اللهم أوزعنا شكر نعمك التي أنعمت بها علينا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وأصلح ظواهرنا وبواطننا وولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من سعى لزعزعة أمن هذه البلاد فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.